الشباب يريدون بزنس أو عمل أو يشتغلون شغل إلكتروني، وهذا الشغل يدخل لهم مردود مالي جيد. جبت لكم أفضل تطبيق، وهو تطبيق فتشي، تطبيق عراقي للربح. راح أقول لكم وأعلمكم عليه شلون تربحون بإذن الله. طبعا أول ما تطبون تطلع لكم هاي المنتجات، قائمة المنتجات. تدخلون على أي منتج تريدوه. مثلا خلينا نقول هذا. طبعا تشوفونها منتج سعره 25,000 دينار سعر الجملة. سعر الزبون اللي انتو تقدرون تبيعونه به 32,000 أو إلى حد 47,000. وهذه المواصفات مالته وهاي الصور مالته. زين، هسه شلون انتو تستفادون؟ تسألون شلون راح نستفاد؟ طبعا هنا الموقع عارض لك اياه ب25,000 دينار. انت شو تسوي؟ راح تاخذ صور المنتج، وتاخذ المواصفات مالته، تحفظ المواصفات من هنا، وتنزلها بأي موقع، بأي جروب، بأي صفحة، تدزها لأقاربك، تسوي صفحة وتروجها، وتبيع هذا المنتج بالسعر فوق 25,000 دينار. مثلا إذا بعته ب30,000 فأنت رابح 5,000 دينار، أو بعته مثلا ب40,000 أنت رابح 15,000 دينار، وهكذا. مثلا نطبع على هذا المنتج. شلون أنت تشتغل وسيط. هذا سعره 30,000، أنت تقدر تبيعه ب40,000، أنت 42,000، أنت رابح 12,000 دينار من هذا الجهاز. بس تنسخ المواصفات والصور وتنزلها بأي موقع مثل ما قلت لك، أو جروب أو أي شيء. هسه تقول لي شلون شلون يوصل هذا المنتج؟ أول شيء أنت راح تاخذ معلومات الزبون، رقمه، اسمه، موقعه. فوين تخليهن؟ الطب على حسابك، تفاصيل الزبائن، إضافة الزبون. هنا تخلي رقمه، اسم الزبون، المنطقة، المحافظة، عنوان الزبون. فأول ما تدوس حفظ الزبون فراح يروح معلومات الزبون للتطبيق، إدارة التطبيق. فإدارة التطبيق هي راح تدز المنتج إلى الزبون، إلى وين ما كان ساكن الزبون بالعراق. وحسابك مثلا إذا أنت بعت منتج هو سعره 30,000 وأنت بعته ب40,000، راح تنزل الأرباح مالتك هنا 10,000 دينار عراقي. تبيع منتج ثاني مثلا هو سعره 35 وأنت تبيعه ب50، راح تنزل لك 15 هنا، يصير حسابه 25. هكذا. أنت التطبيق بس ياخذ فلوس مالته وينطوك الأرباح إلك هنا، والأرباح تقدر تسحبهن من زين كاش. تحياتي.